على سلامتكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. ان شاء الله يلقاكم لا فيديو تاع اليوم في احسن حال والاحوال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله يكتر الفرح عليكم وعلينا. اليوم شاركتكم العرس تاع وليد لوستي اللي هو اسلام. ربي يفرحوا ويزين سعدوا وربي يعطينا ان شاء الله الحاجه اللي متمنيها. هذه هي الخطوه الاولى اللي كان الحاجه اتمناها وربي اعطاها له. ربي ان شاء الله يرزق كل انسان راهو حاب يستبيت، سواء طفله ولا جان، يعني سواء رجل او امراه. المهم يا البنات، اراكم شفتوا هاد المقروط كنت ديتو معايا عند لوستي، قلت نزيد نشاركو معاكم اخاطر عجبهم بزاف. اللي داقو قال لي اعطيني الوصفه. المهم يا البنات، نبداو على بركه الله. هنايا عندي 3 كيلات دقيق موايا، وشنو يكون البول بومبي معناتها معمر حتى للفوق. نديرو 3 كيلات دقيق، ونزيدو غرفة تاع الملح، ونزيدو نكهوه بلافاني. انا درت هنايا يعني قسم غرفة كبيرة تاع لافاني. نخلطو كامل النواشف تخي بيان، ومن بعداتيك نبداو نديرو في هذاك ليدام اللي لازم يكون دايب وبارد. البول اللي كيلتو به الدقيق كيلو به السمن تاعكم. وشنو يا البنات، لازم يكون بارد ماشي سخون، باش هكايا ما يشرب لكمش بزاف الدقيق. المهم نخلطوا كامل المكونات ونبسوا بين يدينا، ومن بعداتيك نكمل لكم الخطوه الثانيه. نتوما تبعوا كامل الخطوات يخرج لكم واحد المقروط. واش نقول لكم، والله ماشي زعما انا راني نشكر فيه، حبابي وناسي اللي داقوه قالوا لي اعطوني الوصفه، اي اعطيني الوصفه. المهم نكملوا نخلطوا كامل هذاك الليدام مع الدقيق ونبسوه بين يدينا، ومن بعد نغطوه بكاش ساشي ولا بابي فيلم ونخلوه حتى مدة غدوة. شوفوا يا البنات، اذا درتوه مع الصباح تقدروا تخدموه العشية في الليل. اذا خدمتوه اي وجدتو التبساس تاعكم في الليل مدة غدوة صباح تقدروا تخدموا المقروط تاعكم عادي. دوك نبداو لافاغس تاعنا. هنايا البنات حكمت المكسرات اللي كانت عندي، درت 3 كيلات مكسرات محمصة في الكوشة ومرحية، ونص كيلة سكر مع القرفة ولافاني. نخلطوا كامل المكونات يا البنات ويا الحباب، ومن بعداتيك ندير له المزهر باش ينطم. هنايا يا البنات كي صبحنا بيان سور بديت نوجد في هذيك لافاغس ديالي.
طليت عليها لقيتها نشفت مع هذاك المزهر اللي كنت درتو. زدت لها مغرفة كبيرة تاع الزبدة او اي المارغرين. انا درت هنايا مغرفة كبيرة تاع ماني. ومن بعداتيك نبدا نزيد لها بشويه المزهر حتى كي تكون طريه. وهذاك الدقيق تاع البارح اللي كنت درتو اي بسستو مع السمن نزيدو له الماء، ما نديروش المزهر، اخاطر المزهر راهو رايح يشقق لنا هذيك المقروط كي نديروها في الكوشه. حنا نيفيتيو بيان سور باش ما يتشققناش ويقعد على حاله. في المقروط هدايا بيان سور جات هذاك الكو تاع المزهر، اخاطر درت في لافارس ونزيد نديرو في العسل كي نبدا نعسل فيه. تبعوا برك الخطوات يا البنات. هذا ما كان العجينه لازم تكون طريه. هنايا راني درت كامل ليبول تاع لافارس وليبول تاع العجينه، واللي عندها الميزان غير توزن. انا هنايا البنات ما عنديش الميزان وما وزنتش. هذا المول ديالي اللي درت به اول مره نستعمله. درت له شويه زويته لداخل باش تخرج لنا العجينه من المول فاسيلمون. المهم يا البنات نحكم العجينه في قلب يدينا ونديرو لافارس لداخل ونغلقو كيما راكم تشوفوا. نحطوا العجينه تاعنا لداخل المول. هنايا حبيتو زيرو بيديكم ولا حطوها في بلون دو ترافاي وعبزوا على هذاك المول. هاد المقروط تاعنا رانا رايحين نطيبوه في الكوشه على 180 درجه. شوفوا الشكل تاعو كيفاش خرج، ما شاء الله. وشنو تبعوا الخطوات باش يخرج لكم مبسس من الداخل ومن برا. الداخل خرج معسل ما شاء الله. الخطوه تاع البلون دو ترافاي خير كي تكونوا تعبزوا المول تاعكم في هذاك البلون دو ترافاي خير ما تعبزوه بيديكم. هاد الخطوه هي اللي مليحه. ما بيد انايا كملت السنيوه تاعي كامل ومن بعد حطيته يطيب من جهه، ومن جهه واحده اخرى كنت شريت شويه مكسرات حمستهم شويه في المقله ورميت عليهم 2 مغارف تاع العسل باش هكايا يتكرملوا. مام كي يكونوا ياكلوا في المقروط تاعنا يعني يكون شغل كروستيون هادوك المكسرات. السنيوه الاولى راهي طابت كيما راكم تشوفوا دوغي يعني ذهبي. ما ديروهش خضر ما ديروهش بيض، ديروه بهاد لا كولور. انا هذاك العسل تاعي درت له المزهر اخاطر في العجينه تاعي ما خلطتوش يعني بالمزهر، خلطته بالماء باش هكا تعطينا واحد النكهه في هذاك المقروط ديالنا. هذه هي التعسيله الاولى، تحطوه ابار ومن بعد تزيدوا واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه وتعاودوا تعسلوه للمره الثانيه. ومام كي ديروه في الكيسات تاعكم ما فيها باس، اخاطر المقروط تاعنا راهو رايح يتشرب كامل هذيك العسل. ومن بعد نزينو بالمكسرات تاعنا في الوسط. انا كنت نزين فيهم عن بالي راني نصور، فينالمون ما صورت ما والو. نقسم لكم حبه تاع المقروط باش هكايا تشوفوا الداخل كيفاش خرجت.
سواء في الطراوة ولا في القرماشة ولا في أي شيء. شوفوا من الداخل ما شاء الله، مام طيابها جا لون ذهبي. المهم يا البنات تقدروا ديروا هاد الوصفة سواء في الأعراس، في المناسبات تاعكم، في الطهارة، كيما حبيتوا. تحمروا بيها وجهكم وتقدروا تدوها في أي مكان، مام في الأعياد. يعني العيد الأضحى راهو عن قريب، حتى الغزولة تاع شهادة البكالوريا رانا نستناو فيها بالريق الناشف. بيان سور انا ما عندي شكون راح يجوز، بصح كاين ولاد حبابنا اللي راهم رايحين يستناو هاد الغزولة. ان شاء الله يكون عجبكم لا فيديو تاع اليوم يا البنات ويا الحباب. خليت لكم الصحة والعافية، ان شاء الله نكون خفيفة ظريفة عليكم. استودعكم الله، سلام.